مصنع مخلل بيكون قديم جدا ومش نظيف وكمان مليان فئران، والفئران بيتجمعوا حوالين العامل ده ويرموه جوه البرميل، ومن كتر الإهمال محدش بياخد باله ويغطوا عليه ويقفلوا الباب. ولسوء الحظ المصنع بيقفل بسبب قلة النظافة. وبعد 100 سنة بيجوا مجموعة من أولاد وبيدوروا على الطيارة اللي بتكون وقعت جوه البرميل، وبيجربوا من البرميل ويفتحوه علشان يطلعوا الطيارة. وهنا الراجل بيطلع من البرميل وبيكون عدى عليه 100 سنة، وبيطلع يتمشى في الشارع وبيكون مستغرب علشان الدنيا بتكون اتغيرت ولبس الناس بيكون مختلف. فبيقرر يشتغل، وعلشان هو ما بيفهمش غير في المخلل فبيروح السوبر ماركت ويشتري مخلل، وبيدور في الزبالة على أي أدوات تساعده في مشروعه الجديد لأنه بيكون ما بيعرفش حد خالص. ويجمع بطرمانات للمخلل وبيبدأ يقطع المخلل وبيستخدم الملح والمطر بينزل ويملى البطرمانات. وبعد كده بيعمل أحلى مخلل في المدينة وبيكون أشهر بياع مخلل.